حوار حصري. مرحبا بكم مجددا على أمواج إفريقيا FM. أسفر المؤتمر السنوي الثالث للإعلاميين العرب الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس عن توصيات لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الإعلام العربي والتصدي لتوظيف السلبي للتقدم التكنولوجي والإعلامي الدولي. وزير الاتصال الجزائري الدكتور محمد العقاب كان ضيف الشرف في جلستي الافتتاح والاختتام في هذا المؤتمر. مرحبا بكم سيد الوزير في هذا البرنامج الجديد من برنامج لقاءات إفريقية. سيد الوزير، أولا ما هي أهم رسائل هذا المؤتمر؟ أولا الرسالة التي تمخضت عن المؤتمر هي رسالة مهمة جدا، خاصة بالنسبة لنا في الدول العربية. يبدو أنه فيه تأخر في مواكبة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي. بعض الدول لديها تجارب في بدايتها ولكنها تجارب منفردة. الذكاء الاصطناعي بيجمع الخبراء والمختصين وحتى الرواد بمن فيهم رواد في الولايات المتحدة الأمريكية، عبروا عن تخوفاتهم الكبيرة من مصير البشرية، من مصير وسائل الإعلام، من مصير الوظائف، من مصير الخصوصية، من مصير الملكية الفكرية، من مصير المحتوى المزيف. الملتقى نجح في إبراز هذه المخاوف كلها إلى حبيت إلى المختصين أو إلى الرأي العام العربي، وفي نفس الوقت تمكن من إبراز مختلف التطبيقات للذكاء الاصطناعي. الآن الكرة عند الخبراء، عند المختصين، عند الإعلاميين، عند المشرعين، هم يبحثون ما يتعين عليهم أن يفعلوه، إلا أن تأخر عن مواكبة هذه القضية قد ندفع ثمنه في المستقبل. من بين الأشياء اللي قيلت في هذا المؤتمر أن الذكاء الاصطناعي فيه جانب إيجابي وفيه الوجه الآخر، الجانب السلبي، بما في ذلك توظيفه في الجرائم الإلكترونية، في اعتداء على حريات الشخصية، على القيم وكذا. هل هناك تصور كيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي إيجابا عوض أن تطغى الجوانب السلبية؟ هي في الحقيقة أن كل وسائل الإعلام المختلفة أو كل الآلات، كل الأدوات التي ابتكرتها البشرية في مختلف القطاعات لديها إيجابيات ولديها سلبيات، ولكن بخصوص الذكاء الاصطناعي هناك مخاوف من أن تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها، لا سيما فيما يتعلق بمسألة القيم، لأنه المرسل لديه القدرة، لأنه هو آلة، ليس لديه دموع، ليس لديه أحاسيس، يتعامل مع البيانات، مع الداتا، وبالتالي ممكن تكون لديه القدرة الفائقة في التلاعب بالمعطيات، وبالتالي لا يحترم لا الخصوصية لا البشرية بمعنى الفردية، ولا خصوصية الدول، ولا خصوصية المجتمعات، ولا خصوصية الأمم، ولا حرمة الأديان، وإلى غيرها من القضايا. وهذا هو اللي خلى مجموعة من الخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية منهم إيلون ماسك يوقعوا عريضة ويدعون المخترعين إلى التوقف عن الذهاب إلى أبعد مما ذهبوا إليه بخصوص المنتجات. الآن شيء طبيعي فيه إيجابيات، من بين الإيجابيات هو تحسين مثلا في القنوات الإذاعية والتلفزيونية الصور، البلاطو، اعتماد الصور التوليفية خاصة عندما تغيب الصور الحقيقية. ومع ذلك يبقى الإشكال مطروح، هل الصور الواقعية هي أفضل بالنسبة للإعلاميين وبالنسبة للجمهور؟ هل الصور المصطنعة عن طريق الذكاء الاصطناعي تكون أفضل أو تكون مناسبة؟ في الصراحة إشكالات لا أول لها ولا آخر. الجزائر لديها حضور إفريقي، لديها حضور إقليمي، ما هي الإضافة التي يمكن أن تقدمها خاصة من خلال انفتاحها على الإعلام الرقمي، على التكنولوجيات الحديثة؟ ولو نأخذ بعين الاعتبار مثلا توظيف الإعلام في المعركة الحالية في فلسطين المحتلة، حيث البعض يقول أن المعركة الإعلامية كانت أخطر من معركة الأسلحة. لا، هي معروف في الأزمات بصفة عامة وسائل الإعلام تلعب الدور الأساسي، فهي التي تلعب الهجوم وهي التي تلعب الدفاع، وهذا ينطبق تماما على ما يحدث حاليا في غزة. الإشكال الذي طرح بالنسبة للوضع العام في غزة هو أنه فيه جهة إعلامية تسوق الأكاذيب وتختلق الصور والتصريحات، وفيه جهة تصور الواقع كما هو. في النهاية الحقيقة انتصرت على الأكاذيب، فالحق يعلو ولا يعلى عليه. ولكن لو نقيمها بتقييم موضوعي، أنه وجود مرسل ووجود وسيلة ووجود رسالة هي التي أحدثت الفارق. من هذا المنطلق نقول أنه احنا يتعين علينا أن نمتلك مرسل كفء ونمتلك وسيلة كفء وأن نمتلك آليات والإمكانيات، منها مهارات الكتابة ومهارات التصوير ومهارات التعامل وغيرها. وهذا لا ينطبق فقط على غزة، ينطبق على تونس، ينطبق على الجزائر. نحن أمام تحديات كبيرة، لأن التكنولوجيا هي التي فرضت علينا هذا الواقع الجديد، ويتعين علينا أن نتعامل معه بحكمة. هل تعتبر أن اغتيال سلطات الاحتلال لحوالي 115 صحفي وعائلاتهم وعدد كبير من المدنيين رغم تواضع الإمكانيات في بلد دمر تقريبا 80% من مبانيه فيه انتصار على التكنولوجيات والقوى التي تمتلك الأقمار الصناعية وحاملات الطائرات ووظفتها في الإعلام الحديث والذكاء الاصطناعي؟ هي في الحقيقة هم رفعوا شعار اقتلوا الصحفي كي لا يقتلوكم، لأنه ينقضوا الصورة. هذا هو الصورة، حتى الكلمات تحولت إلى سلاح، تحولت إلى قنبلة متفجرة.
متفجرة تحولت إلى ألغام إلى آخره. إذن هذا هو الإعلام. شعار اقتلوا الصحافي اقتلوا الصورة لا تقتلوكم طبقتها إسرائيل. 115 صحفي ضحية، يعني هي سابقة فريدة من التاريخ لم تحدث في أي منطقة من العالم. لذلك نحن لا نتردد في إدانة ما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة وفي عموم فلسطين، ليس فقط من استهداف للصحفيين ولكن من استهداف للبنى التحتية، من استهداف للمساجد، للمدارس، للأبرياء، للأطفال، للنساء، للشيوخ. إذن ما يحدث حاليا يعني وصمة عار في جبين البشرية برمتها وليس فقط الكيان الصهيوني. أخيرا، يعني الجزائر هي عضو هذه العام في مجلس الأمن الدولي، ما هي الآفاق في دورها الإقليمي وما هي آفاق علاقاتها بتونس؟ الجزائر عبرت على توجهاتها أو مشاريعها في هذه القضية يعني بوضوح، سواء على لسان وزير الخارجية وحتى السيد رئيس الجمهورية. احنا مع الشعوب ندافع عن حقوقها، ندافع عن حقوق الشعوب في قرار المصير وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي. ندافع على إفريقيا، نرفع صوتها عاليا. إفريقيا تتعرض للإقصاء، تتعرض إلى التهميش، فيه فقر. ما دام رانا نتكلموا عن القضايا التكنولوجية يعني فيه يعني تهميش تكنولوجي، فيه تهميش رقمي، مختلف هذه القضايا التي ترافعتها الجزائر عاليا في مجلس الأمن. وبدأت يعني النتائج والله المجهودات الجزائرية تؤتي ثمارها، آخرها داخل مجلس الأمن يعني بالإجماع تم تبني قرار رفض التهجير القسري للفلسطينيين. وشيء طبيعي أنه نحن نتكلم عن الجزائر، ولكن في النهاية المجموعة العربية كلها وراء هذا الطرح الجزائري، مثل ما كنا في أوقات سابقة. المجموعة العربية كانت مع الإخوة العرب الذين كانوا أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن. شكرا لكم سيد الوزير. شكرا جزيلا. وشكرا لهذه المتابعة لهذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيقات إفريقية لإفريقيا FM. كمال بن يونس، إفريقيا FM، تونس.